سببها ايه؟ احنا مش عارفين ازمه الكهرباء سببها ايه؟ احنا مش قادرين ندفع حق السولار، مش لاقيين سولار، مفيش وقود ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما احنا كان عندنا وقود وكنا ماشيين زي الفل ايام حسني مبارك. ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل في السنتين دول خلانا ما عندناش تيار كهربي يقضي مصر؟ ايام حسني مبارك ما كانش فيه كهرباء بتقطع، ما كناش حاسين بالحكايه دي خالص خالص، واي حد يقول غير كده يبقى كذاب. ما كانش فيه انقطاع تيار كهربائي ايام حسني مبارك خالص، ولا السنه الاولى من الثوره. يعني سنه 11 ما كانش فيه انقطاع تيار كهربائي خالص، وسنه 12 ما ظهرش غير في اخرها اللي هو الصيف اللي فات. يعني الصيف اللي فات بدات تظهر بوادر كده، انما انا اذكر في رمضان اللي فات ما اتقطعتش كهرباء في بيتي. انا بقى معلش، انا بيتي محاط بسفارات الحقيقه، انا عندي برضو. انما الازمه الشديده هي السنه دي. ليه؟ ما احنا مش فاهمين برضو ليه، لان ما فيش شفافيه. ليه ما عندكوش فلوس، ولا ما عندكوش مازوت، مش لاقيين مازوت تجيبوه من حته، ولا في ايه؟ ما احنا مش فاهمين. الناس هتعرف حاجه تانية، هتعرف ان حكومات مبارك كانت افضل من حكومات الاخوان المسلمين. ما كانوش بيقطعوا الكهرباء ولا بيغلوا الاسعار بالشكل اللي احنا شايفينه ده، مشيرا الى ان المتفق عليه حاليا هو تخفيف الاحمال لمده ساعه. اللعب بالالفاظ ايه؟ معلمه. بقينا في دنيا تانية. التعريض بقى على ودنه. عايزين تاخدوها بمعنى تاني في الكلمه تروحوا بيها شويه كده، روحوا، مفيش مشكله، بس التعريض على ودنه، تعريض الكلام ان هو مش هيقطع الكهرباء، هيخفف الاحمال لمده ساعه واحده على مستوى الجمهوريه بالتناوب بين جميع المناطق دون استثناء. أرجع وزير أزمة الكهرباء إلى صعوبة وصول المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات. يعني كل حاجة عندنا، المواد اللازمة لتشغيل المحطات موجودة، بس مش عارفين نوديها. بالذمة ده كلام؟ دي ناس تحكم دولة، دي ناس تقعد على كراسي وزراء يقول لك عندنا السولار موجود، كل حاجة موجودة، بس مش قادرين. المعلومات اللي وراء الخبر ان وزير الكهرباء عنده 5 اسباب وراء عودة تخفيف الاحمال، يعني قطع الكهرباء. كلمة تخفيف الاحمال دي يعني بيخف الحمل، يعني بيقطع الكهرباء. وانتهاء ازمة انقطاع التيار خلال ايام، ده كلام من وزير الكهرباء. قال ايه بقى المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة؟ ان ازمة انقطاع التيار الكهربائي ستنتهي خلال ايام، مرجعا انقطاع التيار خلال الايام ال3 الماضية الى 5 اسباب. ارتفاع درجة الحرارة، وده شيء مش مفاجئ، ده متوقع. نقص المواد البترولية، وخروج وحدتين من الخدمة بسبب موجة الحر، بجانب البدء في صيانة وحدتين اخرين، وفي وحدتين تانيين بيتعمل لهم صيانة، ونقص تصريف المياه خلف السد العالي مما قلل من القدرة الإنتاجية له. ووصف الوزير أن ما تعرضت له الشبكة خلال الأيام الماضية يعتبر نكسة نسعى لتجاوزها في أسرع وقت، موضحا أن محطة العين السخنة كان مفترض تشتغل في يوليو الماضي، لكن نظرا للأحداث والاضطرابات والبتاع، الخبر اللي كانوا بيشتغلوا مشوا، خافوا ومشوا، دلوقتي رجعوهم وبيشتغلوا، وإن شاء الله هتخلص محطة العين السخنة قريبا، هتحل المشكلة. فشوية صبر، معلش صبرنا كتير وتحملنا كتير، لكن احنا دلوقتي بنتحكم بناس عايزة تعمل حاجة للبلد حقيقية، بناس صح يعتبروا خدامين البلد، مش حرامية البلد زي ما كان، مش لصوص البلد. الوزراء اللي شغالين دول خدامين للبلد فعلا، فنصبر عليهم شوية. معلش انا عارف ان كده، شوية صبر، معلش صبرنا كتير وتحملنا كتير، لكن احنا دلوقتي بنتحكم بناس عايزة تعمل حاجة للبلد حقيقية، بناس صح يعتبروا خدامين البلد، مش حرامية البلد زي ما كان، مش لصوص البلد. الوزراء اللي شغالين دول خدامين للبلد فعلا، فنصبر عليهم شوية. معلش انا عارف نتجاوب، احنا هنتجاوب معاكم، احنا مش رافضينكم، احنا مش ضدكم، احنا معاكم، احنا الشعب، هنوافق على اللي انتوا عايزينه.